السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في القناة. مناجر إيمان تسونامي الله يرحمها يرفع دعوى ضد عائلة بطمة. هانتوما غتسمعوا كل شيء وتتبعوا معايا وغتفهموا شنو واقع. بالنسبة للمناجر ديال إيمان تسونامي الله يرحمها، اللي كتعتبرو بحال الابن ديالها، واللي دائما كتقول باللي يعني قبل الممات ديالها هاد الولد هذا دايره بحال ولدي وما عمري نسى خيرو، دائما واقف في جنبي، وايضا كذلك حتى هو داكشي اللي كيدير. كيقول عفوا، دائما كيشكرها وكيقول باللي هي دايره بحال الام ديالي الله يرحمها. ولكن كيتفاجئ مورا الوفاة ديال ايمان تسونامي باللي كيتهموه باللي هو صاحب انه سممها، ولا حشومة وعيب وعار أنكم ديروا في السيد هكايا، حشومة وعيب وعار ولو تب، يعني بغي بالكذوب. لأنه هاد السيد هذا مستحيل وثم مستحيل أن يأذي هاد السيدة هذه اللي خدم معها حياته كاملة. لأنه يعني بفضلها هو يعني خدام معها يعني دائما معها. ولهذا بعد وفاة إيمان تسونامي كيعطي الرأي ديالو، أو واحد لقاء صحفي كيسولوه شنو هو السبب لوفاة ديال إيمان تسونامي. قال لهم ما كاينش السحر، وإنما سبب الوفاة ديالها هو التسمم. وناض واحد الكونت في الانستغرام ينتحي شخصية عائلة دنيا باطمة، حط داك المقطع وكيقول عليه باللي هذا يمكن هو مول الفعلة. المناجر ديالو خاصهم انهم يحققوا معاه، لانه كيدخل ويخرج في الهضره. هو قال غير الحقيقه، قال باللي ما كاينش السحر، قال باللي توفات بالتسمم، وهي داكشي اللي قالت هي قبل الممات ديالها. قالت باللي سمموني، ما قالش انا سحروني ولا. وانما هاد السيد هذا المانجر من حقه انه يرفع دعوى على هاد السيد هذا اللي كينتحل الشخصيه ديال بطمه، واللي عائله بطمه براسهم رافعين عليه دعوى لانه انتحل الشخصيه ديالهم. وكيقول للناس بلي انا كنجيهم ولد عمهم، وهو ما كيجيهم حتى حاجه، وكيحط اي حاجه كتخصهم في الصفحه ديالو. ولهذا المانجر يلتجئ للقانون بسبب أنه دار له هذا السيد هذا التشهير، وأيضا اتهموا بهذه التهمة هذه. شكرا لكم أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.